ازيكم يا شباب، اخباركم ايه؟ يا رب الجميع يكون بخير وفي افضل حال. النهارده هنتكلم في فيديو مهم جدا عن ازاي تتكلم انجليش بسرعة. تمام. هنقول 6 نقاط او 6 خطوات لو اتبعتها ومشيت عليها فترة كويسة ان شاء الله مستواك هيفرق جامد جدا في تعلم اللغة الانجليزية. النقطة رقم 1: اتكلم حتى لو بتغلط. ما تخافش، طول ما انت خايف مش هتعرف تتعلم. اغلط، اغلط وما تخافش. مفيش حد بيتعلم من غير ما بيغلط. الغلط ده هو اللي بيفكرك بالصح بعد كده، وهو اللي بيعلمك الصح. طول ما انت خايف انت مش هتتعلم انجليزي ابدا. يعني تقولش انا مش كويس، يعني مش كويس في الجرامر، مش حافظ كلمات كتير، فمش مش هتكلم. لا، اتكلم حتى لو بتغلط يا باشا. اتكلم مع نفسك قدام المراية، ما تخافش. يعني ما تقولش انا مش هتكلم مع اصحابي، لا، اتكلم حتى لو بينك وبين نفسك. شغل كاميرا التليفون واقعد اتكلم، محدش هيقول عليك عبيط يعني. تمام. اتكلم قدام المراية. الموضوع لازم ان انت تتكلم وما تخافش. لما انت تغلط تمام هتبص بعد كده هتلاقي ان الغلط ده بيعلمك الصح. تمام. واتفرج على نفسك تاني. يعني لو بتصور مع نفسك مثلا، بتصور لنفسك وبعد كده شوف انت غلطت في ايه. هتلاقي بعد كده نفسك لما تيجي تسجل تاني وتلاقي نفسك بتتكلم تاني هتلاقي اتحسنت، هتلاقي بتتفادى الغلط وبتقول صح. فاتكلم حتى لو بغلط، ما تكسفش يا جماعة. تمام. النقطة رقم 2: اسمع كل يوم انجليزي. كل يوم انجليزي. ما تقولش انا مشغول. لازم اشتغل على نفسي. لازم اسمع بودكاست. حط السماعه في ودانك، تمام، واسمع كل يوم انجليزي. جيب بودكاست من على النت واقعد اسمعها. مش فاهمها، اتعلم يا سيدي، ان شاء الله تبقى فاهم 5% منها. بعد مرور فتره هتلاقي نفسك فاهم 50 60 70%. مع الوقت هتلاقي نفسك احسن. تمام. انا لغايه النهارده انا بسمع كل يوم بودكاست. تمام. فلازم اعود وداني انها تسمع كل يوم انجليزي، لازم. تمام. مشغول يا اخي وانت راكب المواصلات حط سماعه في ودنك واسمع بودكاست. تمام. في اي وقت اسمع. عندك وقت فاضي في البيت بدل ما اقعد قدام التلفزيون، لا، شغل مثلا فيلم اجنبي. ممكن تسمع تشوف اي فيديو بيتكلم انجلش لاي حد نيتيف. تمام. فمشغول يا ستي وانت بتغسلي المواعين. هقول لك ايه بس؟ يعني وانت بتغسلي المواعين حطي السماعه في ودانك واسمعي بودكاست. المهم دي تتعود انها تسمع انجلش. نقطه رقم 3: افكر بالانجليزي. افكر بالانجليزي في دماغي. يعني انا مثلا دلوقتي انا قاعد وليكن انا جعان. انا جعان، بدل ما اقول لنفسي انا جعان بيني وبين نفسي اقول لك I'm hungry I wanna eat. انا جعان، انا عايز اكل. I wanna make a sandwich. انا عايز اعمل ساندوتش. بيني وبين نفسي افكر بالانجلش. تمام. يعني حتى انا يعني لما تشوف حاجه في محيط شقتك مثلا، خلي ذهنك يتعود ان هو دايما يشوفها بالانجلش. تمام. الكرسي شوف ان هو تشير. يعني حاول دايما خلي ذهنك حاضر دايما بالانجلش. تمام. انا مش بتكلم ان انا بستنكر ان انت ما تتكلمش عربي، لا، انا بتكلم ان انا دلوقتي عايز اتعلم انجلش، فدي خطوة في تعلم اللغة الانجليزية. تمام يا شباب. طيب. آه، اقرا انجليزي دايما بصوت عالي. تمام. لا، انا ماسك الكتاب او ماسك اي نوت او اي حاجة انا بقرا منها انجلش، اقرا بصوت عالي. ده هيتعود اللسان. لازم يتعود. اقرأ بصوت عالي. القراءة بصوت عالي هتفرق معاك جامد جدا جدا. تمام. وهتفرق في مستواك. طيب النقطة اللي بعد كده: استخدم جمل كتير. يعني انا حافظ كلمات وكله تمام والدنيا زي الفل. طيب انا هحفظ جمل بس انوع بقى. يعني وليكن جملة مثلا زي I like playing football. انا بحب لعب الكوره. ممكن اشيل فوتبول واحط ايه مكانها I like playing basketball. I like playing tennis. انوع في استخدام الجمل. تمام. ممكن اشيل like واحط ايه مكانها I don't like. انا مش بحب I don't like football. تمام. I practice football every day. انا بمارس كرة القدم ايه كل يوم. تمام. الجملة نفسها العب في الجملة، اجيب منها كذا شكل وكذا كلمة، اشيل كلمة واحط كلمة مكانها. تمام. فده هيعمل معايا تنوع للجمل كتير جدا جدا جدا، وهيفرق معايا يعني بص هيخلي مستواك يروح في حتة تانية خالص لمجرد ان انا بنوع في استخدام الجمل. طبعا معاك يعني ملايين الجمل. تقول انت من جمله واحده بس ممكن تحط عليها يجي 20 جمله من جمله واحده بس. تشيل كلمه وتحط كلمه، تشيل كلمه وتحط كلمه.
تمام، فده هيفرق معاك جدا جدا جدا. تمام. النقطة الرقم 6، خليك ملتزم دايما. خليك ملتزم واستمر، ما تعبش ما ييأسش. يعني مثلا انا جيت اشتغلت على نفسي يوم اتنين تلاتة اسبوع شهر، خلاص انا تعبت يئست، لا، ده الموضوع عايز استمرار. ما اشتغلش على نفسي فترة وبعد كده اكبر دماغي واسيب اللغة. انا لغاية النهاردة انا لازم اشتغل على نفسي كل يوم. تمام. يعني لازم كل يوم اسمع بودكاست، لازم. يعني الانجليش محتاج استمرارية، محتاج كل يوم تعلم جديد. مفيش حد ما بيتعلمش كل يوم حاجة جديدة. يعني انا لغاية النهاردة كل يوم لازم اتعلم حاجة جديدة وادونها معايا. الاستمرارية مطلوبة عشان خاطر مستواك يتنقل. لكن انا خلاص حفظت لي شوية كلمات، بدأت اتكلم شوية صغيرين كده على قد امشي بيهم حالي، وقفت على كده، لا، ما انا مش هتطور. لازم تطور نفسك بالاستمرارية. تمام. احنا قلنا كده خلاص 6 نقط. النقطة رقم 7 دي من عندي بقى، لازم تتابع القناة بتاعتي وتعمل اشتراك في القناة وتفعل زر الجرس علشان خاطر يوصلك كل جديد ان شاء الله. ولو الفيديو عجبك ما تنساش تعمل لايك. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.